عايز افصل الليس او اللسان بتاع الكوتشي عن الجسم نفسه. فهنيجي بالماسكينج، ماسك الجزء ده كده، بعدين نشيل الزيادات، ممكن نيجي بالماسك العادي اللي هو البينتينج ده، ماسك كده كنترول دبليو، بعدين نسلكت الانفيرس ونعمل سبليت. اوكي، وممكن نشغل الدايناميش. تمام، ممكن نشيل اللي انا عايز اعمله، بس ان انا عايز افصل علشان اقدر ان انا انحت الجزء ده مظبوط. هجيب الدام ستاندرد، عايزين نعمل الحته دي. اوكي، ممكن نيجي من هنا كده، في هنا جزء محتاج يتعمل انفليت ويتحل. تمام، ممكن نيجي بالكلاي بيلد اب ونعمل بالباك فيس ماسك. سوف اجدها في مكان ما في الدربكه اللي قدامي دي. اي، بالشكل ده كده، بحيث ان احنا دام ستاندرد نفس الكلام هنا برضو. وهجيب الماسك لاسو والماسك الجزء ده، نجيب الموف برش، نزق ديت لبره كده شويه، يعني الزياده دي مش مشكله، مش لازم يبقى بيرفكت قوي، لان احنا كده كده هنري توبولوجي وهنظبط كل الحاجات دي. تمام، ممكن نجيب الكلاي بيلد اب تاني وسموث الجزء ده، نفس الكلام هنا. بعدين بالدام ستاندرد، وعايزين نعمل زي حفرة هنا كده، لان ديت اللي هتبقى شايلة الروبوت بتاع الكوتشي. ممكن برضو بالماسك لاسو، ماسك ده والماسك الحتة دي، وبالموف، وممكن نزقها لجوه شوية. تمام، مية مية. نظبط بس الاوفر اول شيب قبل ما نعمل ريتوبولوجي علشان يسهل علينا الشكل يطلع سموث. بعد الريتوبولوجي محتاجش مننا تظبيط كتير. حاول اقفل المسافات او الفتحات ديت عشان ما تعملناش مشاكل واحنا بنعمل ريتوبولوجي. في نفس الوقت الموديل يبقى انسيابي. نجيب التوبولوجي برش،
بعدين بالزي موديلر اول حاجه نعمل increase all، ونروح كالعاده على الموف snap to surface، على الإيدج extrude snap to surface. زي ما بنعمل في اي حاجه، فاحنا بنحاول ان احنا نخلي المسافات تبقى واحده، ما نخليش حاجه كبيره وحاجه صغيره، ونعد يعني احنا ماشيين هنا ديت مقابله لدي، وبعدين هنمشي كمان واحده كده عشان تكون مقابله لدي، هنمشي 1 2 3 4 5 1. انا فاشل في العد او بنسى، فانا ممكن كده دي قصاد دي، دي قصاد دي، ودي قصاد دي، ودي قصاد دي، يبقى دي قصاد دي، كمان 1 2 3. بعدين هنبدأ ان احنا نملى الجسم بتاع الشوز دوت كده بالشكل ده، نفس الكلام هنا كده. تمام. بعدين هنيجي من هنا كده ونبدأ ان احنا نمشي بالشكل ده. نشيل الدبل عشان نشوف الناحية التانية، ممكن نشيل برضه البادي، والجزء دوت برضه احنا ممكن هنيجي بالسيمتري وهنشيل ده، بحيث ان احنا ما يربكناش واحنا شغالين. نعمل هنا برضه نفس اللي احنا عملناه الناحية التانية. نمشي برضو بنفس الطريقة. طبعا ماشيين بنحاول احنا نظبط المسافات شوية. هنشيل الإدج ده ونبدأ ننزل كده.
نختار اكسترود ونبدأ نفل الأجزاء دي. مية مية. نبدأ نعمل الجزء اللي بره ده، فاحنا ممكن نيجي من هنا كده نعمله اكسترود بالشكل ده. اوكي، وهنعمل هنا كده حاجة كده بالشكل ده كده، بعدين كده، ونطلع بالإدج ده هنا وهنا كده. بعدين هنبدأ نملى الجزء اللي تحت ده. ناخد في الاعتبار واحنا ماشيين الاناتومي بتاعت الموديل نفسه، بحيث ان احنا نقدر نفل الإدجز بشكل كويس، وبنفكر واحنا ماشيين يعني دي هتتعمل ازاي، دي هتبقى شكلها كده، دي يعني كل الحاجات دي طول ما احنا ماشيين احنا بنبتكر لها حلول، لان اوقات كتير جدا بتبقى الاوبجكتس غير اعتياديه وبتطلع محتاجه حلول يعني في الريتوبولوجي تبقى كويسه شويه. ممكن مثلا زي الحته دي، فاحنا محتاجين مثلا ان احنا نبتكر لها حاجه، فاحنا هنيجي هنا كده ناخد الإدج ده هنا، تمام، نخليه كده، وبعد كده نجيب البريدج نعمله بالشكل ده. نجيب الاكسترود ونكسترود هنا، واخد بالي ان انا امشي مع اللي جاي ده هنا كده، نفس الكلام هنا اكسترود وهنا اكسترود، تمام. نفس الكلام هنا نعمل اكسترود هنا كده، وهنا نفس القصة. نمشي بنفس الطريقة. ممكن نعمل حركة لذيذة شوية، ان احنا هديليت ده، يعني في ديليت ده ونديليت ده يا باشا، ديليت اهو، اوكي، وهنلحم الاتنين دول في بعض من ورا هنا، وبعد كده 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 بيبقوا مخفيين تحت فمش هيبان. هنكسترود ده كده، ونكسترود ده كده برضو، ممكن نزود ايدج هنا كده، بعدين هنعمل سولو وهديليت ده، وهاجي هنا هقول له اعمل لي بريدج بين ده وده وده وده، وبعدين هنيجي نعمل insert، وهنيجي بالموف برش ونشد ده لبره، نحاول ان احنا نسنتره في النص، خليه في السنتر، وهنيجي تاني بالزي موديلر ونعمل هنا واحد وهنا واحد، وهنماسك دول الاتنين، وبعدين هنيجي بالموف كده نعمل لهم موف لبره بالشكل ده. كده كده هما مش هيبانوا، احنا عملنا الحل ده بالطريقة دي كده، تمام. ادي الموديل بتاعنا بالشكل ده، ولكن احنا محتاجين مانيوالي ان احنا نعمل الدبث ده، فانا هجيب الزي موديلر تاني ونعمل اكسترود ده كده،
طيب عشان ما نوجعش دماغنا فاحنا هنخلي بس الشوز والجزء اللي بنعمله ريتوبولوجي هو اللي باين، علشان بس ايه الفيزيبيليتي تبقى كويسه، ما نقعدش نروتيت ودماغنا توجعنا ما بين المودلز. بالشكل ده. وهنا احنا هنعمل كده كده، ونماسك ونكسترود ده وده لده بالشكل ده كده. نفس الكلام هنا مرتين، ونماسك ده ونماسك ونكسترود اقصد ده تمام. مية. اوكي. تركية سريعة طبعا، احنا لو عملنا دايناميك سب ديفيجن فهيبقى ده الشكل بتاع الموديل. خلاص احنا عايزين نعمل زي لو جينا كده عملنا بيفل، فعايزين نعمل بيفل للجزئية دي بالشكل ده كده عشان يبقى شكلها لطيف شوية، ولكن احنا عايزين نعمل بيفل من هنا على الايدج ده ونازل الايدج ده، يعني كاستم باث ليه، بحيث ان هو دلوقتي مش ظابط قوي اهو كده، ظبط بالشكل ده تمام. طيب لو ما ظبطش في اي حال من الاحوال ازاي نعمل حاجه زي كده؟ يعني هو دلوقتي ظبط، لما مسكت الاتش ده ودوست كده ظبط الى حد ما تمام. طيب انا عايز اعمل ده بناء على توجيهي انا، فانا هاجي بالجروب باي نورمالز نعمل كده، فهيدينا ال 3 بولي جروبس دول، ندوس كده ونخليهم بولي جروب واحد بالشكل ده تمام. هنيجي من ستروك وهنقول له فريم بناء على البولي جروب، فهيدينا باث على البولي جروبس دي بالشكل ده كده. هقف عليهم وادوس سبيس واقول له انا عايز اعمل بيفل، وهيعمل لي بيفل ليهم بالشكل ده. اوكي. طيب هنيجي بالموف وهنزق دي شويه كده عشان تبقى شكلها لطيف، نفس الكلام لدي بالشكل ده كده، فيدينا المنظر ده. طيب هنيجي بالزي موديلر التاني وهاجي هنا واقول اعمل له كريس ليدج لوب بارشل كده، ودي برضو نفس الكلام هنا. يعني تبقى حاجة بالشكل ده. طبعا هي الكريسنج حاد جدا، فانا ممكن اجي من جيومتري كريس والليفل هخليه 2 مثلا او 1، وطبعا احنا لو زودنا دايناميك سب ديفيجن هي دلوقتي 6. طيب كويس، اخليها 1 مثلا، كريسنج ليفل 1، فهيبقى بالشكل ده كده. لو جينا عملنا انهايد لكل حاجة يبقى بالمنظر ده. طبعا احنا محتاجين كالعادة نعمل اكسترود لأول polygons في الداخل، او ممكن نعمل لبره. هيبقى مش لطيف. طيب هنحاول نحلها ان احنا نعمل deformation ونعمل inflate لجوه، هيبوظ الدنيا برضه، مش مشكلة. احنا ممكن نعمل نشغل الدبل ونعمل اكسترود لجوه، لان كده كده اللي جوه ده مش باين، هنشيله. احنا مش عايزين منه الا الإيدج ده بس تمام، اللي هو الحافة بتاعته دي بس، مش محتاجين اكتر من كده. انا هشيل اللي جوه ده، واقدر ان انا ببساطة بالموفينج موف برش ان انا احل مشاكل intersections في الحتت دي. تمام، وبعدين هنيجي نقول نعمل كريس للبولي جروبس، هيبقى الموديل بتاعنا بالشكل ده. وهنيجي بالموف برش ونبدأ ان احنا نملى الأجزاء دي
نزق لجوه شويه، نفس الكلام من هنا. دي ميزه ان يبقى الموديل مفصول، فانا اقدر اتحكم في اللايرز بتاعته، واقدر اتحكم في الشيب الفاينل بتاعه، حتت عايز تطلع، حتت عايز تدخل، فاقدر ان انا اعمل ده بكل سهوله. وبعدين في الاخر لو احنا حابين ان احنا ندمج كل الكلام ده في موديل واحد هيبقى سهل. ماشي، احنا محتاجين نعمل جروب باي نورمالز كده، ومحتاجين ان احنا نقول له كريس، بحيث لما اعمل دايناميك سب ديفيجن يحافظ لي على الادجز ما يكونش فيها مشاكل. الجزء اللي هو دوت انا قللت فيه الليفل شويه، كريس ليفل خليه 1، خليه 2، بحيث ما يكونش شارب قوي، ما يكونش ناعم قوي. نرجع للجزء الابيض ده، طيب انا عايز اماسك الحته دي، وعايز اماسك الجزء ده والجزء ده برضو. نيجي على الجزء اللي هو دوت، ونزق شوية من هنا. بعدين نرجع بقى للسان دوت، نزق لتحت شوية صغيرين. ممكن نعمل عليه ريتوبولوجي كده، وبعد كده نبدأ نظبطه بعدين، يعني مش مشكلة خالص. بس قبل ما نعمل ريتوبولوجي محتاجين ان احنا نقرب شوية من شكله في الكونسبت بشوية بوشز هنا وهناك بالشكل ده كده. اوكي، جميل جدا. هنيجي بالتوبولوجي بروش كالعادة، ممكن ناخدها كده تيك واحدة نشوف هتيجي ولا لأ. لو جينا عملنا كده، بعدين عملنا كده، بعدين عملنا كده، هاجي من هنا نعمل خط بالشكل ده، نيجي من هنا نعمل خط بالشكل ده، 100 100. نعمل كده خط في النص، ممكن نزود هنا كده وهنا وهنا وهنا، ممكن نقفل دي كده، بعدين ناخد دي كده، ناخد دي كده، 100 100. هنقلل السايز برضو، كليك، كنترول شيفت كليك، نعكس، سبلت، بعدين كالعادة يبقى بالمنظر ده. طيب علشان يعني ممكن انا ايدي ما تكونش ظبطت المسافات المظبوطه قوي، فانا ممكن اجي بالزيرو ميجر واقول له سيم، واقول له ان انا مش عايز الادابتيف سايز، هخلي الادابتيف سايز 0، هقول له كده هيطلع لي الشكل بالشكل ده كده، بالشكل الجميل ده. تمام، فانا هاجي بالزي موديلر وبالموف، ونبدا ان احنا نموف.
جميل جدا. هنهايد الجزء الاساسي بتاعه احنا عملنا منه ريتوبولوجي، وبعدين هاجي اعمل اكسترود لجوه، يعني حاجه كده. تمام. بعدين هنيجي نعمل بالانسرت مالتيبل ايدج لوب واحده في النص هنا، وبعدين هاجي بالسكيل ايدج لوب كومبليت، نعمل سكيل اب بحيث ان هو يدينا الشكل شويه كده. تمام. طبعا السكيل اب بتبعد بالمنظر ده شويه، فاحنا ممكن نيجي بالانسرت ونعمل انسرت للايدج بعيد شويه هنا، بحيث لما نعمل سكيل اب يبقى بالمنظر ده. تمام تمام، مية مية. طبعا كل ده مع الدايناميك سب ديفيجن عشان اعرف الفاينل ريزلت يبقى شكله عامل ازاي. ممكن اجي هنا بالانست للبولي جروبس، نعمل انست ولكن هنعملها بالستاندرد، يبقى كده. نعمل واحده كمان، بعدين هاجي بالاكسترود للبولي لوب، نعمل اكسترود للجزء ده لجوه، يبقى بالمنظر ده كده. تمام، مية مية. نيجي بس بشوية موفينج، ممكن ندي بقى لون، ناخد اللون ده ونعمله فيل، وبشوية موفينج كده وايه ندوس عليه بحيث ان احنا نرجعه لورا شوية، وممكن نعملها بالسنيك هوك ونشيل الار جي بي منها. طبعا انا بظبط الاوفر اول موديل، فشويه اروح على الجسم الخارجي، شويه اروح على اللسان بتاع التشوز، فيعني بتظبط دي ودي مع دي مع بعض، يعني مفيش حاجه واحده بس. اوكي، ممكن ناخد دي لبره شويه، نفس الكلام هنا دي لبره. تمام، جميل جدا. هنبدا نعمل الليسز اللي هي الاربطه دي. هنخليها بشكل ستايلايزد شويه، مش هنعملها حاجه يعني رياليستيك، حاجه تبقى شكلها لطيف وجميل كده. نيجي على البادي ده، ممكن نوسع شويه الرقبه بتاعته، نفس الكلام للجزء ده. ممكن نيجي بالزي موديلر وممكن نشيل اللوب ديت بحيث ان هي تدينا دوران شويه.
بالشكل ده كده. ممكن نيجي على البادي نفسه من الزاوية دي، وممكن نزق شوية البوينت دي لجوه، نحرك البوينت دي لبره، ندخل البوينتس ديت لجوه شوية. نيجي بالبرش بتاعت في عندنا سترابس هنا ممكن نستخدمها، ممكن فلات ستراب او الكيرف فلات دي. خلينا نجرب الفلات ستراب ونعمل كده. ممكن نشغل السنابينج ونخلي الدبث اعلى شويه بحيث ان احنا نقدر نشوف احنا بنعمل ايه. نيجي من الالاستيك مود ونحاول ان احنا نكبرها شويه، بين ستارت وبين اند، نطفي السنابينج. ممكن نصغر شويه thickness او العرض بتاعها. هنطفي الالاستيك ونعمل كده تكاية عليها كده بحيث ان احنا نقدر نظبط الابعاد بتاعتها. نختارها كده وبعد كده نعملها سبليت وننزل كالعادة ليها، نختارها. هنيجي بالموف نحركها لفوق شوية. دي نفس اللون الأحمر ده. تمام. أنا هخليه إن أنا أعمل اكسترود في الآخر بعد ما أخلص خالص علشان ما يحصلش أي ديستورشن للشكل ولا للسمك. فخلينا أول حاجة نظبط أماكنها وبعدين نعمل اكسترود في الآخر. هجيب الكنترول، حرك دي كده، نيجي بالموف، فكرة ان هي لو بولي كده فيبقى سهل عليا ان انا اقدر اتحكم فيها واظبطها من الروتيشن تبقى ماشية مظبوط سنابينج مع الموديل من غير اي مشاكل، من غير اي مجهود يعني زيادة يعني. ممكن اخد ديت كده على بعضها بالكنترول ننقلها فوق. ننقل كمان واحدة نشوف كده هل في مساحة ولا لأ. تمام. ممكن اجي بالموف توبولوجيكال وحرك بيها بحيث ان هي تبقى بتحرك لنا بناء على التوبولوجي، بس هتبقى صعبة شوية في ان احنا نستخدمها، فايه بلاش
حاجات هيدن ورا المودلز، فمش هتبقى لذيذة قوي في السلكشن بتاعها. هنجيب الزي موديلر ونيجي بالسبيس اكسترود او البوليجونز، نعمل اكسترود للبوليجونز. خلينا نعمل كده. بعدين هاجي اعمل جروب باي نورمالز، نعمل كريس بولي جروب ونقلل شويه الليفل، خليه مثلا 2 بحيث انه يبقى بالشكل ده. تمام. بعدين نيجي بالموف ونبدا ان احنا نظبط اماكنهم تاني بناء على الثيكنس الجديد. الحته ديت ممكن نجيب التوبولوجيكال ونظبطها كده. ممكن نيجي من موف برش ونبدأ نبوش اوفر اول الشكل نفسه. لو رحنا على الجزء ده نعمل له كده سموث بالدي دايناميك سبديفيجن، يطلع علينا شكل الشوز بالمنظر ده كده. اوكي، نيجي على الجزء اللي تحت ده وهدلت السب ديفيجنز كلها ونعمل ريزوليوشن عالي شويه وهندوس دايناميش، يطلع علينا عايزين شكل يعني يبقى الريزوليوشن بتاعته عاليه زي كده. تمام 100. بعدين هنيجي من الجنب ده كده بالسمارت بالماسك لاسو ونعمل كده، ممكن اكتر شويه. بعدين هنيجي بالموف وهنزق لفوق مش قوي، ممكن حتى نعمل كده بحيث يدينا الشكل بالمنظر يعني يبقى سموث شويه وهو طالع. ممكن نيجي بالموف برش نظبط الحته دي، طبعا هنسكالبت شويه فيها عشان نظبطها. نيجي بالدام ستاندرد ونعمل كده خط هنا كده جوه. سموث دوت. نيجي بالكلاي بيلد اب كالعاده. طبعا احنا المفروض ان احنا هنعمل ريتوبولوجي ليها عشان برضه تطلع شكلها مظبوط، لكن هنعمل زي بلوك اوت كده او تخيل لما هو قادم، بعدين نبدأ نظبطها. سموث الحتت دي، ممكن نجيب التريم تمام. عايزين برضو نعمل الجزء ده المثلث ده
هل هو في الاتجاهين او لا انا مش قادر احدد لان مفيش زاويه من الجنب ده، ولكن يعني خلينا نعمله ان هو موجود في الاتجاهين. فخلينا نفكر كده هنعملها ازاي. لو جينا من الجنب ده كده وبالموف وزقينا لفوق، يجي من الجنب ده برضو بالموف من الحته دي كده وهنزق لفوق. بعدين هنيجي بالموف برضو ونوسع شويه سيم هنا. تمام. بعدين محتاجين ان احنا نيجي على الجزء الابيض ده ونبوش لبره الحته دي شويه عشان تقفل عليها. نفس الكلام هنا. بعدين ممكن نرجع تاني على الجزء السفلي ده وبالموف ونزق جوه شويه الحته دي. نفس الكلام هنا. بعدين هنيجي بالماسك بينت. بعدين هنعمل بينت لشكل مثلث. طبعا الريتوبولوجي او الدايناميش ريزولوشن قليله فممكن نكبرها شويه. بعدين نعمل كده. نفس الكلام هنا. نانفرت وبالموف هنزق ديت لجوه، ومن هنا نزق ديت لجوه يعني مشوي بالشكل ده كده. مية مية. ممكن بس نيجي من الفرونت ونحرك ديت شوية عشان تبقى aligned مع الشيب اللي وراها. جميل. نيجي بالتوبولوجي برش، نبدأ مرحلة التوبولوجي. خط خط نعمل كده، ننزل على الآخر، بعدين ندوس كليك، كنترول شيفت كليك، سبليت هيدن. بعدين هنيجي بالزي موديلر، الموف ديت الاكسترود. نغير بس اللون بتاع البوليجونز عشان نقدر نشوف مظبوط. ممكن برضو نغير الماتيريال. بعدين اكسترود تاني increase all، وهنا برضو نفس القصة. نقلل السايز شوية عشان نعرف نسحب البوينت دي. بعدين نمشي مسافات إلى حد ما متساوية.
يعني انا بحاول ان انا ما اعملش ريتوبولوجي مانوالي للجزء اللي جوه ده، وبحاول ان انا اجيبه بالاكسترود، يعني اوفق له الشكل الخارجي، وبعد كده ممكن نعمل انفليت او انسيرت، انسيت اقصد، وبعد كده نعمل اكسترود لجوه. خلينا نشوف هتنفع ولا لا. ممكن بس نمد ديت شوية كده، نفس الكلام هنا. تمام. محتاجين ايدج في النص هنا كده، ممكن نخليه في النص هنا كده، بعد كده نيجي هنا نجيب المنظر ده. بس عايز اتأكد. تمام، هتظبط بإذن الله. اوكي، هنشيل الإيدج ده اللي احنا عملناه، بعدين ما هنضيفه في الآخر خالص بعد ما نخلص الرابينج حوالين الشوز كله. يعني بدل ما نقعد نضيف 2 edges كل مرة، احنا هنضيف واحد، بعد كده نعمل insert مرة واحدة. نحاول نحافظ على المسافات على قد ما نقدر. كده كده هنعمل اكسترود لجوه، مش محتاجين ان احنا نعمل الريتوبولوجي للجزء البسيط ده، مش محتاجين ان احنا نزود ايدج، يعني كده كده هنعمل اكسترود لجوه. يا عم خلاص، do nothing. بعدين نعمل اكسترود للجزء ده. ممكن نيجي على الإيدج ده كله على بعضه واقول له اعمل لي اكسترود ليه، بس هيظبط ولا لا؟ محتاج يبقى في إيدج هنا كده شوية باين.
تمام. ممكن نحاول بقى نوصل ده بده وده بده. عشان نتأكد بس ان احنا عادين صح ولافين صح حوالين الموديل، مبقاش فيه زيادات في اي طرف من الاطراف. الواضح ان يبقى فيه زيادات 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. هنا في واحد زيادة. احنا ممكن نزود ايدج هنا كده، يعني ممكن ندلت ده ونزود ايدج هنا، نبعد ده شوية، كده نبدأ نكسترود تاني، اكسترود ده مع ده، اكسترود ده مع ده كده. هنا نحاول برضو نقفل، بس اول حاجة نزود edges عشان تقابل الادجز دي. extrude، بعدين نحاول بقى نقفل هنا. هنكسترود ده مع ده، هيتبقى لنا هنا وهنا. فاحنا ممكن هنشد ده كده هنا قريب شوية، نفس الكلام ده نشده قريب شوية، بعدين نبريدج دي مع دي، دي مع دي. هنعمل هنا insert وهنا insert، بعدين نجيب الاكسترود نقفل ده، نجيب الاكسترود نقفل ده. لو جينا بالسموث وعملنا كده سموث للأجزاء دي، تمام. ممكن كده بكليكات بسيطة يرجع يسناب تاني. بوظنا هنا حاجة، اتمنى ما يكونش تمام. هنا تمام، مية مية. هنيجي بقى نعمل insert تاني هنا كده، بعدين هنشد ده تحت ونشد ده تحت بالشكل ده. بعدين هنيجي نعمل extrude لجوه، نشغل الدبل عشان نعرف احنا بنعمل extrude بأماونت قد ايه. تمام. في المرحلة دي احنا ممكن نشيل البيز بتاعنا خلاص، ممكن بس نبك منه الكالر. بعدين هنيجي هنا على التو فيسز دول، 1 2 1 2. بعدين هنيجي نعمل لهم inset، بعدين هنروح عاملين extrude لجوه بولي جروب جوه كده، مش قوي برضه يعني. تمام. لو عملنا جروب باي نورمالز هنلاحظ ان في يعني لقط كذا حاجه، بس في كذا حاجه محتاجه مننا تظبيط. بعد كده نروح نعمل كريس بولي جروب، ولو دوسنا دي هنلاقي ان في هنا حاجات مش هو ما عرفش يظبطها قوي. فانا هاجي مانيوالي كده هقول له والله انا عايز اعمل كريس لايدج هنا. ممكن نعمل كريس الايدج ده، نعمل كريس الايدج ده، ونعمل كريس الايدج ده، بحيث ان هو يحافظ لنا على الشيب بتاعنا. نفس الكلام هنا وهنا
وهنا وجوه هنا. هنقلل برضو الكريسنج، نخليه 2 مثلا عشان يبقى في الخفيف. هنا هو ملقطش الكريس، فانا هعمل له كريس هنا ونعمل كريسنج هنا وهنا كده. طبعا هو عمل كريس هنا، ولكن هنا محتاجين جوه نبقى فيه كريسنج. الحاجات اللي هيبقى صعب فيها الكريس ان هو يجيب، لان احنا عايزين نحافظ على الكريس ليفل ده 2، مش عايزين نزود، فاحنا ممكن نيجي بقى نزود ايدجز مش قوي، يعني حاجه كده وحاجه كده. ممكن بقى نجيب الموف برش ونبدأ ان احنا نظبط الكيرف ده. هقلب المود عشان اقدر اشوف انا بعمل ايه. ممكن برضو نعمل حركة لذيذة، انا هاجي بالزي موديلر والت ونعمل دول كده اوتو جروب ماسك انفيرت ونعمل لهم كده بحيث ان يبقوا مظبوطين 100%. الحتة ديت مش مظبوطة اوي، ممكن نعمل لها، لو جينا عملنا كريس كده هتظبط، والحتة دي برضو نفس القصة. نفس الكلام من فوق، محتاجين دول يكونوا على استقامة واحدة اللي هم 3 بوليجونز دول، فانا هاجي برضو بالزي موديلر الت كليك كليك، بعد كده نعمل بولي جروب، بعدين هنسلكت دول ونعمل لهم كده، نعمل لهم كده ترارارا 100. يعني انا مش عايز اخد في تفاصيل قوي في التشوز عشان ما يبقاش صعب عليكم، فيعني مش عايزين شكله ستايلايزد وجميل كده وشكرا 100. خلاص، في نقطة بقى مهمة جدا جدا، انت لو بصيتوا من السايد فيو ده كده هنلاقي ان الشوز نفسه مش الايند على الجراوند مظبوط، فاحنا هنعمل كده ازاي؟ هاجي بالماسكينج كده، خلاص انفيرت كده، بعدين ممكن ننزل شوية لتحت هنا كده، نعمل كده. ده حل. الحل التاني ان انا هاجي بالكليب كيرف ونعمل خط كده، نعمل المنظر ده كده، هيظبط لي الشيب على الجراوند مظبوط. الحتة دي محتاجة تتظبط، ممكن نيجي من التوب نزقها لبره شوية. جميل جدا. محتاجين احنا نمرج السب تولز دي، طبعا ممكن ندلت الدايناميش فيرجن بتاع الجزء اللي تحت. هيجي على اول واحد ده واقول له ميرج داون، خلي الكريس ليفل 2 عشان يبقى في المتوسط، وطبعا هندوس اوتو جروب. ممكن ننزل بالدايناميك سب ديفيجن شويه عشان ميبقاش صعب علينا واحنا شغالين.
طبعا ممكن بكل بساطة دلوقتي اروح جاي قايل له والله انا عايز اعمل ميرور، وبقى عندنا الشوز في الناحيتين.